ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض نوع حلويات اقتصادي جدا جدا وطعمه في منتهى الجمال. مش هنحتاج في عمايله غير كوبايه دقيق سميد واحده فقط. متاكده ان انتوا هتعتمدوا الوصفه دي في اي وقت تكونوا حابين تاكلوا حاجه حلوه سريعه التحضير اقتصاديه وما بتاخدش وقت، وكمان مناسبه جدا جدا في العزومات وفي اعياد الميلاد لانه شكله شيك زي ما انتوا شايفين، والطعم بقى بجد في منتهى الجمال. يلا بينا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا ونشوف مقاديرها وطريقتها ايه. بس الأول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو وحطوا لايكات كتير جدا علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تشوف الوصفة الاقتصادية دي. وكمان يا ريت اللي بيشوفني لأول مرة ولسه ما اشتركش ينزل حالا يشرفني بالاشتراك علشان يوصلوا كل وصفاتي أول بأول. هنبدأ أول حاجة نجهز الكريمة اللي احنا هنحشي بيها الحلويات بتاعتنا وكمان هنزين بيها. طيب هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية من الحليب كامل الدسم، معلقة من كاسترد الفانيليا او اي نوع كاسترد متوفر عندك، ومعلقة من السكر. على فكرة لو مش متوفر عندك كاسترد خالص ممكن تستعملي نشا، يعني نستبدلهم بمعلقة نشا. اتمنى طبعا ان انتوا ترتبوا خطواتكم زي ما انا ماشية بالظبط علشان نوع الحلويات بتاعنا يطلع متميز جدا زي ما هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. بنبدأ اول حاجة في كسرولة فاضية بنضيف كوباية الحليب وعليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقه كبيره هرميه الشكل كده من كاسترد الفانيليا. نحاول ما نملهاش قوي. هنقلب تقليب مستمر بالشكل اللي شايفينه ده لحد لما المكونات بتاعتي تمتزج تماما. بعد كده هنرفعها على النار وهنسويها على نار متوسطه زي ما بنسوي المهلبيه وزي ما بنعمل الكاسترد، وكنت عملته معاكم قبل كده فما حبيتش اضيفه هنا كمان علشان الفيديو ما يكونش طويل. ده كان شكله بعد ما سويته، شايفين القوام عامل ازاي. هفضيه في طبق كده يبرد بس شويه وهنشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. بعد حوالي 10 دقايق هنبتدي نجيب بقى قرطاس حلواني، وده القمع اللي انا مستخدماه، وهنبتدي نفضي فيه الكاسترد بتاعنا. طيب لو ما عنديش قرطاس حلواني عادي جدا، جيبي كيس من اكياس اللبن اللي بنحط فيها اللبن في التلاجة او اي كيس عندك، فضي فيه الكاسترد واخرميه خرم وهتشوفي ازاي هنستعمله مع بعض. هنركنه بقى على جنب يبرد ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ودلوقتي هنعمل الشربات او السيرب او القطر. هنحتاج ايه لعمايله؟ هنحتاج كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عصير نص ليمونه وفانيليا سايله. تمام. في كسرولة فاضية هننزل بكوباية ونص من السكر وهنضيف كوباية ونص من المية وهنرفعهم على نار متوسطة. بعد أول غلوة بنضيف عصير نص ليمونة ونسيبهم بالظبط 4 دقايق، وبعد كده بنطفي ونديهم رشة فانيليا وخلاص على كده. المقدار بتاعنا ده على فكرة انا مزودة لاني محتاجة منه شوية لعمل حاجة تانية، فانتوا للوصفة بتاعتنا مش هتحتاجوا غير كوباية سكر عليها كوباية مية. تمام. وعصير نص ليمونة. شايفين بعد ما الشربات بتاعنا غلي اول غلوة نزلنا بعصير نص ليمونة، هنسيبه 4 دقايق وبعد كده نديله الفانيليا ونرفعه من على النار ونسيبه يبرد. تعالوا بينا بقى نشوف مقادير الحلو بتاعنا النهارده عبارة عن ايه. معانا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات، كوبايه من دقيق السميد، معانا كمان نص كوبايه من الحليب ونص كوبايه زيت، بيضتين بدرجه حراره الغرفه، كيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، معانا كمان فانيليا سايله، هنحتاج لنص معلقه صغيره من الفانيليا السايله. دي المكونات بتاعتنا. الكوبايه اللي معايرين بيها مستخدمينها في عيار كل حاجه علشان الوصفه تكون مظبوطه معانا. في بوله فاضيه عندي هبتدي انزل ببيضتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وضروري ان البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. هديلهم نص معلقه من الفانيليا السايله ونص كوبايه السكر، وهبتدي اخفقهم كويس جدا بالمضرب اليدوي بالشكل ده. تقدروا تعملوا في الخلاط وتقدروا تعملوا كمان لو حتى ما عندكمش مضرب يدوي تعملوا بشوكه كده هيمشي والدنيا هتبقى زي الفل معاكم باذن الله. هنخفق البيض بتاعنا كويس جدا بالشكل اللي شايفينه ده لمده 5-6 دقايق. بعد كده هنبتدي نضيف بقى ايه، نص كوبايه من الزيت، وهنضيف نص كوبايه من الحليب، طبعا ده حليب كامل الدسم. هنقلب كده لمده دقيقتين. بعد كده هنبتدي نضيف المواد الجافه بتاعتنا اللي هي نص كوبايه من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات وكوبايه من دقيق السميد، وعليهم طبعا ذره ملح علشان تعادل الطعم الحلو بتاعنا، وهنضيف كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنقلب يا دوب المكونات تتجانس مع بعضها بالشكل ده. وطبعا قبل ما نبتدي نجهز الحلو بتاعنا بنكون مشغلين الفرن بتاعنا من تحت على اقل درجة حرارة عندنا، لان النوع ده من الحلويات لازم يدخل على فرن متسخن مسبقا. بعد ما خلاص جهزناه هنبتدي نجيب شفشق كده يكون ليه بوز بالشكل ده علشان يسهل معايا وانا بفضي الحلويات بتاعتي في الاقماع او في ورق الكب كيك. طبعا انتوا شفتوا القوام بتاع العجينة عامل ازاي، تحفة جدا، هو ده المطلوب. نص كوبايه من كل حاجه، زيت، دقيق، سكر، حليب، وكوبايه من دقيق السميد. دي كانت المقادير بتاعتنا، ولازم تكون الكوبايه اللي احنا مستعملينها هي نفس الكوبايه في عيار كل المقادير.
معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين ورق الكب كيك. ده بيكون اشيك جدا لو انت عامله هتعملي الوصفه دي في عزومه او في عيد ميلاد، او حتى هتعمليها وتوديها هديه لحد. كمان بتبقى جميله قوي، ما بتخليش الحاجه تلزق معاكي. طبعا لو ما عنديش ورق الكب كيك، على فكره تقدروا تصبوا العجينه دي في صينيه وهتطلع معاكوا تحفه جدا، هتطلع كانها كيكايه كبيره، هتطلع كلها لازقه ببعضها طبعا. انما هنا احنا بنجيب ورق الكب كيك، بندهن كل ورقه كده دهنه بالزيت من الداخل علشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش فيها بعد ما تطلع من الفرن. بنصب كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بنسيب من فوق حوالي سنتي علشان هي لسه هترتفع، فيها طبعا بيكنج باودر فهترتفع لما تدخل الفرن. هصب بقى الكميه كلها وهنشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. طبعا كميه العجين دي عملت معايا اللهم بارك 12 وحده كب كيك، وكان باقي لسه في الشفشق بتاعي، فضيتهم في قالب كده من الالومنيوم ودخلتها برضو الفرن. لحد هنا الوصفه بتاعتنا كده تمام جاهزه معانا. هنخبطها خبطتين وندخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هتقعد معاكي ما بين ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير. هتختبريها بخله اسنان او بعود شيش طاووق وهتطلعيها وتديها الشربات. طيب لو حابه بقى تعملي اضافه او تريكات تانية، ركزي وكملي معايا الفيديو. انا بعد لما خلاص صبيت كل الكميه بالشكل ده، هبتدي اجيب بقى الكاسترد بتاعي وهبتدي افضي كده شويه من فوق كل واحده. تمام، هفضي واحط كريز، هفضي على كل واحده شويه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط كريز. على فكره تقدروا تحطوا كمان مثلا فستق، بندق، اي نوع مكسرات، تقدروا تحطوا زبيب مثلا، ما تقلقوش خالص. اول لما تدخل الفرن كل الحاجات دي هتنزل جوه الحلو بتاعنا. تمام، هتبقى في النص. تمام، فبالتالي هتطلع معاكي شكلها تحفه جدا جدا، ومن جوه هتكون محشيه. والكاسترد ده لو تلاحظوا فهو بينزل في العجينه من تحت، بجد طعمه في منتهى الجمال. هيخلي كل وحدات الحلويات بتاعتنا هتبقى جميله قوي، طعمها جميل زي ما هتشوف معايا في اخر الفيديو. خلاص كده الخطوه دي بقت جاهزه معايا، نفذتها. حبيت اقول لكم على الطريقتين. هندخلها بقى الفرن في الرف الوسطاني درجه حراره 180. الفرن متشغل من تحت بس. بعد ربع ساعه بنختبرها بخله الاسنان او بعود الشيش طاووق، ولو كانت استوت بنشغل الشوايه تاخد لون خفيف وبنطلعها. اول لما بتطلع بقى لو حابين نزين من فوق نزين، عندنا حاجه حابين نزين بيها طبعا بنزين. طيب لو ما عندناش خلاص مفيش مشكله، ممكن ان احنا مثلا نحط فستقيه من فوق، نحط شويه جوز هند، نحط اي حاجه متوفره عندنا. انا هنا برضو حطيت كاسترد من فوق، وحطيت كده جبت كريز وقسمت كل كريزايه لنصين وزينت بيها بالشكل الجميل اللي شايفين ده. الشربات بتاعنا كان بقى بارد، هنبتدي ننزل فوق كل وحدايه بحوالي معلقتين من الشربات بتاعنا. بجد لازم تضيفي الشربات وهو لسه طالع من الفرن، الحلويات بتاعتنا وهي لسه طالعه من الفرن، علشان طبعا تتشرب وبتشرب بجد، وبيبقى طعمها جميل جدا جدا. هنسيبها بقى لحد لما تبرد وبعدين نشوف شكلها عامل ايه مع بعض. شايفين بقى الجمال، بتتفتح معايا بكل سهوله، مش لازقه خالص في الورق. شكلها احمر وجميل جدا من تحت ومن فوق وحتى من الجوانب بتاعتها، ومن جوه بقى ما شاء الله. هنفتح ونشوف قد ايه هي مستويه، وطعم الكريز بقى جواها والكاسترد بجد في حته تانية. انتي لو اشتريتيها من بره عمرها ما هتكون بالجمال ده. في بيتك تقدري تضيفي اي حاجه متوفره عندك، تقدري تعملي حتى لو ما كانش فيه كاسترد وكريز ولا اي حاجه، تقدروا تعملوها زي ما قلت لكم وتدخلوها الفرن وتطلعوها تسقوها الشربات، بجد في منتهى الجمال. والله العظيم سريعه جدا جدا، طعمها خطير، الكاسترد اللي جواها جميل جدا. وزي ما اتفقنا وقلنا في اول الفيديو، لو مش متوفر عندنا كاسترد، نقدر ان احنا نضيف نشا ونعمل كمهلبيه عادي، مفيش مشكله. اتمنى طبعا تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك للفيديو، حطوا لايكات كتير جدا علشان الفيديو يترفع ويظهر في مؤشرات البحث وكل الناس تقدر تشوف الوصفه الجميله دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ولسه ما اشتركش، او بيشوفني من قبل كده وبرده لسه ما اشتركش، ينزل حالا يشرفني بالاشتراك. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو كمان لو حابين. ما تنسوش طبعا تكتبوا كومنت جميل زيكم، ولو في اي سؤال برضو اكتبوه في الكومنتات، باذن الله هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.